بأمر الرحمن. فيديو النهاردة هنعمل كل المشروبات اللي ممكن تخطر على بالكم، من فواكه، كوفي، سينامون، مش بس بقى القرفة، كمان طبعا القهوة مفضلة الجماهير، وأكبر وش ممكن تعملوه في حياتكم كلها، واللي حتى ممكن يتقدم لكم في المطاعم. يعني خلاص كده من هنا ورايح هتعتمدوا البيت في كل حاجة، حتى القهوة. شوفوا الجمال، شوفوا الطبقات، وعايزة اقول لكم يعني الوش بتاعها حتى يتاكل كده بالمعلقه من جماله، حاجه مولتي اند تيستي. عايزه اقول لكم انا زمان كنت بتفرج على الوش ده بقى في الاعلان والتلفزيونات، ولما حتى يتقدم في المطاعم اللي هو انا عايزه اعمل الحاجات دي في البيت. ففي فتره فعليا كنت جبت موبايل قهوه وجربته مع القهوه ومع حتى اللبن، بس لا، مش هو ده، مش هو فعلا الحاجه اللي عملت لي الفرق الكبير ده. حتى فكره بس مثلا السكر والنسكافيه ونرج والدنيا دي وفي الخلاط، بس برضو مش هو ده. فانا كده عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس تحت ايه فعلا الطريقه اللي كنتوا جربتوها ولقيتوها ما بتنفعش او بتجيب لكم وش، بس مش حاجه زي العملاق اللي احنا طلعنا بيه ده. لا، ومهما تنقلوها من كوبايه لتانية كده كده الوش هيفضل جامد جدا وهينزل هيفي توبينج تحفه. يلا بينا بقى نبدا ونكتشف. بصوا الابيض ده هو ده السر. كريم شانتيه، ميه ساقعه كوبايه طبعا، ممكن تزودوا بس كل معلقه كبيره من كريم شانتيه معاها كوبايه الميه الساقعه بتاعتكم في الخلاط. سكر اختياري، انا ما حطيتش سكر مع المانجا. بعدين طبعا فكره ان هي تتحط في الكنكه على النار هي اللي بتعمل فرق اللون. لو انتوا بتحبوا بس السموذ الساقعه، الميه الساقعه هتكون كفيله ليكم ان هي تظبطكم. عايزه اقول لكم ان انا مصوره لكم اصلا فيديو خاص بالسموث ده، هيعجبكم جدا. القرفه بقى انا حطيت برضو نفس الحاجات وما زودتش بصراحه برضو سكر ولا عسل، بس دي حاجه ذوقيه من اختياراتكم. عايزه اقول لكم هتجربوا الطرق دي ومن هنا ورايح هتعتمدوها في الفاكهه وكل مشروباتكم بأمر الرحمن من حلاوتها. يلا اكتبوا لي في الكومنتات بعد ما تجربوا عجبتكم قد ايه. الف هنا على قلبكم.